يوم ما ركبت رخام المطبخ جه الصنايعي اللي ركب لي الرخام قال لي الرخام عشان تحافظي عليه لازم تديه كده كل اسبوعين او كل 3 اسابيع كده مسحه زيت اكل. قلت له زيت اكل؟ قال لي زيت الاكل مفيش احلى من زيت الاكل ان انت تلمعي بيه الرخام. ويا حبذا بقى لو تجيبي له الزيوت التانية اللي هقول لك عليها جوه الفيديو دلوقتي. النهارده هعمل لك وصفه تحفه جدا لتلميع الرخام. بس هقول لك كمان على الحاجات اللي ممكن لو انت مستصعباها تسهلي على نفسك الدنيا وتعملي بيها. اللهم بارك. انا عايزه اقول لك الرخام بتاعك طالما بتعمليه بالوصفه دي او بتعمليه بالحاجات اللي هقول لك عليها دلوقتي، انا عايزه اقول لك الرخام بتاعك بصفه مستمره هتشوفي وشك فيه من البريق واللمعان زي ما حضرتك شايفه كده. اللهم بارك. ده غير ان انت بتحافظي عليه من الخدوش والحاجات ديت، اللمعه ديت بتحافظ كمان على الرخامه من اي حاجه. يعني بتحسي كده ان هي ما شاء الله ملمسها ناعم والبريق زي ما حضرتك شايفه كده. اللهم بارك. ناس كتيره علقت قبل كده على الحاجات اللي بستعملها ان تخرم الرخام، على استعمال الخل وملح الليمون. الحاجات دي انا بقالي سنين بستعملها واللهم بارك جايبه نتيجه معايا حلوه جدا، ولكن انا بحب اجدد في الوصفات عشان انزل لكم الفيديوهات الجميله ديت عشان تستفادوا والكل يستفيد. دي بالنسبه للرخام. تعالي كمان الوصفه اللي هقولك عليها النهارده تنفع كمان للاخشاب، ولما عملتها فعلا لقيت نتائجها جميله جدا على الرخام وعلى الاخشاب، حبيت ان انا استعملها كمان على الخشب. ما شاء الله اللهم بارك. انا جبت بقى الجزامه بتاعتي برضو زي ما حضرتك شايفه كده واستعملت عليها برضو نفس الخلطه اللي عملتها دي. وعايزه اقول لك ما شاء الله تبارك الله سهله وبسيطه ومش مكلفه تماما، وهقول لك ايه البدايل جوه الفيديو. كمان مسحت بيها الابواب اللي هي دايما بتحوي تراب، او مثلا عندك الابواب البهتانه اللي هي بتبقى لونها زي ما حضرتك شايفه كده اللي بتبقى مرشوشه دي. فعايزه اقول لك الحاجات دي دايما اللمعه بتاعتها بتبقى طفيانه كده، فبتحسي ان هي بريقها مش حلو. انا عايزه اقول لك دي بقى ما شاء الله بتنضفها وتلمعها وبتفضل فتره طويله جدا عبال ما ترجع للون المطفي ده تاني. يعني بتفضل وقت حلو قوي مثلا اسبوع او اكتر. بتحسي ان الخشب بتاعك بيبرق كده لوحده ومش محتاج ان انت تلمعيه ولا تيجي ناحيته تاني. اللهم بارك. بعد ما تلمعيه بصي النتيجه تحفه يا بنات والله العظيم. فعلا من اجمل الوصفات اللي استعملتها وجابت معايا نتيجه فعلا حلوه، يعني غير وصفات كتير عملتها قبل كده. تمام. فتعالي معايا النهارده بقى نسمي الله وصلي على رسولنا الكريم ونشوف الوصفه الجميله بتاعتنا. معايا طبق صغير كده اللي هشتغل فيه، وهحط فيه معلقه من صابون سائل المواعين، معلقه صغيره بتاعت الشاي. هحط معلقه واحده بس، معلقه شاي واحده. هحط كمان معلقه صغيره، نص المعلقه بتاعت الشاي دي هحط نص معلقه من معجون الاسنان. اي نوع معجون اسنان عندك. تمام. هاتيلي بقى اي نوع زيت عندك. بصي مش هقولك بقى تجيبي زيت كذا ولا زيت كذا، انا استعملت النهارده الزيتين اللي هو زيت النعناع وزيت البرافين، لان هما مخصوصين معمولين اصلا للاخشاب وتلميع الرخام برضو. ولكن انا عايزه ابسط لك الدنيا لو انت ما عندكيش الزيوت دي، او مثلا الموضوع صعب عليكي مع ان هم سهلين ويعني موجودين عند اي عطار وتكلفتهم بسيطه جدا. طيب انا مش واحده، انا واحده مش عايزه اكلف نفسي ومش عايزه انزل. هخليني الاول في الوصفه اقولها لك. حطيت معلقه من زيت البرافين ومعلقه من زيت النعناع وهنقلب كويس جدا. خليني انا ما عنديش الزيوت دي ولا عارفه انزل اجيبها من عند العطار. استعملي زيت الاكل. زيت الاكل حطي معلقتين شاي صغيرين، وحطي على الخلطه اللي بعملها لك دي اللي هي معلقه بسيطه صغيره من صابون المواعين السائل، وكمان نص المعلقه من معجون الاسنان، وقلبي الكلام ده كله مع بعضه كده. وحطي زيت الاكل اللي هو العادي بتاعك، ان شاء الله يكون زيت تموين، مش هقول لك بقى كاني ولا ماني. عايزه اقول لك انت بصي الرخام والخشب بتاعك ما شاء الله اللهم بارك. حطيت كمان ربع كوبايه من الخل، ربع كوبايه من الخل. قلبي بقى المكونات الجميله دي. وعايزه اقول لك انت عامله مزيج، ما تقوليش ملمع خشب هشتريه من اي مول ولا هشتريه من اي محل. اللهم بارك. ده بيتنافس فعلا مع الملمع بتاع الاخشاب وملمع الرخام. يعني انا من الناس اللي كنت دايما عندي هوس كده ان انا اشتري الملمعات ديت من بره، بس حرفيا من ساعه ما عملت الخلطات دي وعايزه اقول لك انا ما بشتريش اي ملمعات ولا اي منظفات، حرفيا كل حاجه بعملها في البيت بفضل الله سبحانه وتعالى. حطيهم بقى في بخاخه كده زي ما حضرتك شايفه، لو مش عندك بخاخه حطيهم زي ما هما كده في اي علبه برضو عندك، وخدي منهم كده على فوطه ناشفه. اهم حاجه الخلطه دي ما تستعمليش معاها فوطه مبلوله تماما، الفوطه اللي هتستعمليها تكون فوطه ناشفه. انا جبت الفوطه زي ما حضرتك شايفه كده وبوريكي. بصي الفرق بين اللمعان وبين إن الرخام مطفي. يعني الرخام هتبصي تلاقي فيه لون كده مطفي كده، تحسي ان اللمعه بتاعته مش ظاهره. لا انا عايزه اقول لك ده هيدي اللمعان بتاع الرخام الاصلي بقى اللي هو زي ما تكوني يوم ما كنت شارياه ومركباه. هو ده.
انا بوريكي هنا لازم الفوطه تكون ناشفه بنات، عشان خاطر المبلوله او فوطه منديه مش هتديكي النتيجه المطلوبه. فلازم الفوطه اللي انت بتستعمليها تكون فوطه ناشفه تماما، وتمشي بيها بقى على الرخام بتاعك. بصي بقى هنا انا بوريكي هنا الرخام مطفي شويه، امشي بقى كده بالخلطه دي. وعايزه اقول لك اللهم بارك اللهم بارك يا بنات، بتدي لمعه وبريق مش طبيعي. بصي الجمال عامل ازاي، ما شاء الله. انا بقيت مبسوطه منها جدا، لان فعلا انا اول مره اجربها معاكم. يعني انا النهارده كنت اول مره بجربها معاكم، وطلعت حرفيا تحفه، عجبتني جدا. والجميل فيها كمان انها مشيت للاخشاب. انا كنت من الناس برضو اللي احب انزل قوي اجيب ملمعات للخشب، فلقيت بصراحة تكلفته كل مدى فوق فوق، فحبيت ان انا اعمل برضو. انا من طبعي ان انا بحب ادور كده واشوف الحاجات اللي موجودة اللي ممكن تنفع او ما تنفعش. وبفضل الله ما بنزل لكمش وصفة لما اجربها على حاجتي الاول، ولو لقيتها نفعت بنزل لكم الفيديو، ما نفعتش مش بنزله. تمام. بجيب بقى الخلطة دي، بصي زي ما انت شايفة كده الرخامة عاملة ازاي، اللهم بارك، تحفة جدا. وتعالي بقى على الخشب. اكتر حاجة فعلا بتعصب الواحد اللي هي البيبان بتاعت الاوض، اللي دايما تحسي ان هي فيها تجيرة كده، او تحسي ان لونها بهتان او مطفية. الحاجات دي بتضايق فعلا لما ست البيت بتحس ان هي مش عارفة تظبطها، يعني او اللمعة بتاعتها مش واضحة، او في حاجة كده مش مظبوطة زي ما حضرتك شايفة. فاكتر وصفة فعلا عملتها وجت حلوة قوي معايا في التنظيفات ديت او في التلميعات دي، هي الوصفة اللي عملتها لك النهاردة. عايزة اقول لك خلت البيبان زي المراية، والله العظيم. بصي ما شاء الله، بصي بعد ما رشيت وبدأت امسح فيها كده، كأنك حرفيا بتتعاملي مع المراية. يعني الباب فاضل شوية وكان وشي هيبان فيه، اللهم بارك، يعني حاجة قمر كده. وكمان ينفع معاكي للموبيليا بتاعت أوضة النوم بتاعتك، أي موبيليا موجودة عندك تنفع معاها قوي الخلطة دي. مش تنفع بس للبيبان ولا تنفع بس لأي خشب. أنا عايزة أقولك الأخشاب في العموم، سواء كانت بقى المرشوشة أو الأخشاب اللي هي المدهونة، كله مع بعضه كده ما شاء الله. هي الخلطة دي حلوة جدا ما شاء الله، بنات جربيها بإذن الله تعجبك جدا. يعني انا عايزه اقول لك ان انا كنت من الناس برضو اللي يعني ما بتعجبنيش اي حاجه في المنظفات. ممكن اروح في اعتقادي ان المنظف ده عشان غالي فهو ده اللي هيجيب معايا نتيجه، ويطلع في الاخر مش هو اللي عاجبني برضو، ومش هو النتيجه اللي انا محتاجاها. فبفضل الله سبحانه وتعالى انا جربت الوصفه دي، اللهم بارك، لقيتها تبصي من الاخر كده جايبه نتيجه تحفه جدا. ومن اكتر الحاجات اللي هي بتبقى لما تراب زي ما قلت لك البيبان بتاعت الاوض، عشان كده انا اشتغلت لك عليها، وريتك النتيجه عليها بتبقى عامله ازاي. وبرده المجزمه او الجزامه زي ما الناس بتسميها، برده من اكتر الحاجات اللي بتبقى فيها احيانا اتربه او فيها لما كده خبايا، فبيبقى واضح فيها جدا. بصي بتخليها حرفيا بتبرق كده. يا رب الفيديو يكون عجبكم والوصفة تعجبكم بإذن الله، وتجربها تقولي في التعليقات. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم.